تخيل انك عايش في صحراء الشمس حارقة والمية نادرة، وانت مسؤول عن ولادك اللي لسه صغيرين مش قادرين يتحركوا ويدوروا على مية بنفسهم. هتعمل ايه؟ هنا بيجي دور طائر القطر الرملي، الاب اللي بيضحي وبيتحمل المشقة علشان ولاده. الطائر ده عنده قدرة عجيبة، بيشيل مية في ريشه، لما يعطش ولاده يطير لمسافات طويلة يدور على بركة مية يقعد فيها وريش بطنه يمتص المية زي الاسفنج. بعد كده يرجع لعشه والصغيرين يجروا عليه يشفطوا المية من ريشه كأنهم بيرضعوا. التضحية هنا مش سهلة، الطائر ممكن يتعرض لمخاطر كتير في رحلته، لكنه ما بيفكرش غير في حاجة واحدة بس، ان ولاده يعيشوا. سبحان الله، حاجة كده تخليك تفكر قد ايه الاهل بيشيلوا هم ولادهم حتى لو كانوا طيور في قلب الصحراء. سبحان الله. تابعني عشان هجيب لك معلومات عمرها ما هتيجي في بالك، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.